مع قناة حكاية شارع هتسمعوا كل جديد. تعالوا النهارده نشوف مسجد الحاكم بأمر الله في العصر الفاطمي. 1000 سنة فاتت ولسه الجامع واقف وشاهد على أغرب حاكم في تاريخ القاهرة. النهارده مش هنحكي حكاية شارع، النهارده هنحكي حكاية جامع كان موجود في الدولة الفاطمية وكان من أكبر جوامع مصر. جامع الحاكم بأمر الله. جامع الحاكم بأمر الله ده كان واحد من أهم وأضخم وأجمل مساجد القاهرة في الدولة الفاطمية، موجود في آخر شارع المعز ناحية باب الفتوح. الجامع ده اتبنى سنة 990 ميلادية في عهد الخليفة الفاطمي العزيز بالله، وكملوه سنة 1013، وده كان في عهد ابنه الحاكم بأمر الله واتسمى باسم ابنه. وطبعا احنا قلنا ان هو خارج باب الفتوح، يعني كان خارج القاهرة او خارج اسوار القاهرة، لكن لما القاهرة توسعت وكبرت بقى داخل المدينة. احنا دلوقتي في شارع المعز نفسه، وده سور المسجد الخارجي، يمين وشمال. شمال يطلعنا على بوابة الفتوح. احنا كنا اتكلمنا على بوابة الفتوح قبل كده وليها فيديو معمول، لو عايزينه ممكن نبقى نرجع له. وده السور الخارجي للمسجد نفسه. الناحية التانية من بوابة الفتوح تدخلنا على شارع المعز في اتجاه شارع الحسين ومسجد الحسين وجامع الأزهر. المسجد ده لما اتبنى بأسلوب مختلف. كان ليه بوابة، والبوابة بتاعته كانت بوابة ضخمة وكانت من الحجر، وكانت بارزة خارج حدود المسجد أو خارج سور المسجد. وده كان لبعض الأسباب. السبب الأول إن هو كان المسجد يدل على العظمة وفخامة الدولة الفاطمية، وكان بيدي رسالة للأعداء إن دي عاصمة خلافة، وإن الدولة الفاطمية دولة قوية وذات سلطة كبيرة. المسجد ده لما اتبنى في الدولة الفاطمية سنة 990 ميلاديا اتبنى على مساحة 13,000 متر مربع. اللي قدامنا دي اسمها الصحن أو الساحة، واللي متقسم قدامنا دي أعمدة، والأعمدة دي برضو أعمدة ضخمة. وإحنا قلنا هو كانوا بنوا المبنى ده بالأسلوب ده لإثبات إن الدولة الفاطمية دولة قوية ودولة ذات سيادة. وفعليا الدولة الفاطمية كانت في الفترة دي كانت دولة قوية جدا، وكانت تعتبر من أعظم الدول يعني. المسجد ما كانش كل الأوقات اللي هو فيها ما كانش مسجد للصلاة، كان في بعض الفترات الموضوع بيختلف. يعني كان في فترة من الفترات تحول إلى سجن، وسجن كبير وضخم، وفي فترة من الفترات اتحول إلى مخزن. المخزن ده اللي هم كانوا بيحطوا فيه القمح والذرة والشعير. وجت فترة تالتة في الحملة الفرنسية استخدموه موقع عسكري. رجع تاني المسجد في القرن العشرين واتجدد كله بالكامل، وده كان على حساب طائفة اسمها طائفة البهرة، ورجع مسجد وبتقام فيه الصلاة لحد دلوقتي. اللي قدامنا ده مكان الوضوء في المسجد، وكل الفراغات دهيا أو كل الأعمدة اللي موجودة قدامنا دي كانت فيها مكان للصلاة، ومتقسم. الناحية اللي على الشمال دي مكان للصلاة للسيدات، والجزء اللي قدام كله كان صلاة للرجال يعني. ده شكل المسجد من الداخل، وزي ما احنا قلنا هو متقسم عواميد وفي ممرات كتير جدا يمين وشمال. نتكلم شوية عن الحاكم بأمر الله واحنا بنتفرج على المعالم بتاعة المسجد. الاسم الحقيقي ليه منصور ابن عبد العزيز بالله، أبوه هو الخليفة الفاطمي العزيز بالله.
لما العزيز بالله توفى سنة 996 ميلاديا كان منصور ابنه عنده 11 سنة، وده طبعا كان لسه طفل. في السن ده ما ينفعش يمسك الإمبراطورية الكبيرة لوحده اللي هي الدولة الفاطمية، لأن الدولة الفاطمية ما كانتش حاجة بسيطة أبدا يعني. الأول كان في وصي عليه علشان يشوف شؤون الدولة الداخلية والخارجية، وكان شخص قوي كان اسمه القائد برجوان. والقائد برجوان كان شخصية قوية جدا يعني، فضل موجود معاه وكان بيساعده لحد ما المنصور كبر شوية وبدأ يمسك السلطة ويسيطر على كل شؤون الدولة، الشؤون الخارجية برضه والشؤون الداخلية. وكان في مشاكل في الفترة اللي هو بدأ يمسك فيها ما بين الوزراء وما بين السياسيين والمشاكل دي كانت داخل القصر، كانت شوية ما بين القادة وشوية ما بين الوزراء. لكن في الفترة دي منصور ابن عبد العزيز بالله قدر يثبت شخصيته وقدر يمسك كل مقاليد الحكم في ايده ويسيطر عليها ويسيطر على السلطة. الحاكم بأمر الله اشتهر ببعض القرارات الغريبة والمتناقضة، زي ان هو منع بعض الاكلات زي الملوخية والعنب، يعني منعهم من الشعب. يعني هو طبعا القادة والسياسيين اللي كانوا موجودين في القصر ممكن ياكلوا، لكن باقي الشعب ما ينفعش ولا ياكل ملوخية ولا ياكل عنب. فرض برضو ضرائب على اللبس وفرض قوانين معينة، مش كل الناس تلبس لبس معين، في حاجات منحها من الشعب وحاجات صرح بيها للشعب. الدولة الفاطمية في الوقت اللي كان ماسك فيه المنصور زادت نفوذها جدا، بدأت الدولة تكبر. هو كشخص بدأ يهتم بالمساجد، بدأ يهتم بالكتاتيب، وبدأ يهتم بالعلم. في فترة حكم الحاكم بأمر الله بدأت تظهر بعض المذاهب الجديدة زي المذهب الدرزي. أغرب حاجة حصلت في فترة حكمه وده كان لغز لحد دلوقتي محدش قدر يوصل لحل اللغز ده. سنة 1021 هو خرج بالليل، ودي كانت العادة بتاعته ان هو كل يوم كان بيخرج بالليل يتمشى في جبل المقطم. الليلة دي خرج فيها ومرجعش للقصر بتاعه. محدش يعرف هو اتقتل ولا هو انتحر ولا اخته كان ليها سبب من الاسباب ان هو ما يرجعش القصر بتاعه تاني، او بعض الاشخاص كانوا بيقلبوا عليه الحكم فقتلوه. لكن حتى جثته ما ظهرتش ومحدش عرف عنه حاجة لحد دلوقتي. اللي ظاهرين قدامنا دول المأذنتين اللي موجودين على المسجد، دول موجودين وبشكل مختلف. المأذنتين دول محطوط عليهم داير ما يدور حواليهم كتل حجرية مربعة، ده علشان الحماية ليهم، اللي هم لسه تحت الترميم لحد دلوقتي، لسه ما اتعملوش يعني. لو وصلت لحد هنا معايا في الفيديو اتمنى انك انت تعمل اشتراك في القناة، تعمل لايك وتعمل شير. انا بشكركم جدا، شكرا ليكم وشكرا لذوقكم، شرفتوني. انا مبسوط اني كنت معاكم، شكرا ليكم وشكرا لذوقكم، شرفتوني.